بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله صلاة تنحل ولك وتنفرج الكروب. من قناة خالد عبد النبي على اليوتيوب. وشايفين أحدث صالات الجيم بقرية الربع مركز فين عميد محافظة الدقهلية. وشايفين العمالقة والأبطال اللي قدام حضراتكم في صالة روك. أبطال يعني الجمهورية أمام حضراتكم، والأعظم أبطال رياضيين. بسم الله ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله. حاجة مشرفة، حاجة رائعة جمال. هم دول شباب مصر وفخر شباب مصر. يعني شايفين حضراتكم طبعا شايفين الصالة على أحدث مستوى وعلى أعلى مستوى. الصالة بسم الله ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله. حاجة تفرح القلب. هم دول الشباب العظيم، شباب مصر الواعي المتحضر المثقف اللي احنا يعني من غيرهم ما نسواش حاجة. هم دول الوحوش، هم دول الأبطال. اقسم بالله والله العظيم دول شوف أبطال. شوف اقسم بالله العظيم أبطال ياكلوا الزلط ياكلوا حديد. دول هم دول شباب مصر وفخر مصر. ولا أعظم ولا أجمل من هذا المنظر العظيم. كابتن وائل عيسى نجم الزمالك الجميل المحبوب، ومعالي الدكتور عاصي، معالي الدكتور بنبارك لك وبنهنيك بصالة روك الجميلة. كلمة من حضرتك لجمهورك الرائع. والله الحمد لله احنا بنشكر ربنا ان احنا قدرنا نوفر صالة زي دي في قرية الربع. الصالة دي امكانياتها الحمد لله بفضل ربنا واراء الناس ان هي يعني تكون اكبر صالة في مركز اسكندريه مش شوية بس، لان هي يعني الحمد لله واخدين بالنا من التهوية من الاجهزة من النظافة طبعا. اشتراك في متناول الجميع، والحمد لله مفيش حد بيدخل بشبشب، مفيش حد بيبقى عرقان، مفيش حد بنهتم بالنظافة على اعلى مستوى. مشايات لايف فيتنس فري ويت كل حاجة مهتمين بيها، والحمد لله نقدر نوفر حاجة زي كده لقرية الربع. ابتسامتك رائعة يا معالي الدكتور. تسلم يا زملكاوي يا مالك يا عظيم. نروح بقى للنجم والمدرب العالمي الكابتن وائل عيسى واكاديميه نادي الزمالك وطبعا نادي جزيره الورد بالمنصوره واكاديميه الزمالك بجمهوريه مصر العربيه، والمدرب العام هنا بقى ولا اروع ولا اجمل كابتن وائل عيسى المحبوب. تقول ايه النهارده لصاله روك الجميله يا كابتن وائل؟ انا سعيد جدا يا كابتن ان في نادي صحي عندنا في بلدنا. نعم. مش صاله جيم، انا مسميه مان هيلث. هو نادي صحي. بسم الله ما شاء الله عليك يا كابتن. وبنغير الفكر كمان، يعني حتى الشباب اللي موجود مختلف تماما عن اي ولد او اي مكان فيه بيدخل في صاله جيم وفي مثلا تلاقيه بيقول الفاظ، تلاقيه بيعمل الكلام ده. لا طبعا. نعم يا كابتن. عندنا مواعيد وبنحافظ على مواعيده وبنظبط له مواعيده، غير ان هو بيشتغل. حتى عندنا الصاله كمان فيها درجه تهويه 100%، وده مفيد جدا للعضله من الناحيه العلميه، لان العضله بتتغذى على الدم المحمد في عمليه الشرك والزفير. تسلم يا كابتن. لازم يكون في تهويه اي مكان. وانا بنصح اي ولد من البلد هتروح اي صاله هنا في المنصوره في اي مكان ما فيهاش تهويه امشي. تستفيد اي حاجه. برافو عليك كابتن، احسنت. لان الموضوع علمي مش اكتر من شكرا يا نجم النجوم، شكرا يا نجم النجوم لحضرتك. بالتوفيق يا كابتن. نجم الكابتن محمد. طبعا يعني شايفين الوحوش دول، الوحوش الابطال عمالكم والله العظيم وحوش. شوفوا حضراتكم اللي هيجي هنا ولا اروع ولا اجمل حاجه. كابتن متولي احد ابناء الصاله وحصل على مركز اول رفع اثقال بطوله الزقازيق وبطوله الجمهوريه. اللهم صل على حضرتك. كرم الحمد لله باكتر كابتن متولي الف مليون مبارك عليك المركز الاول على مستوى الجمهوريه. كابتن كلمه من حضرتك طبعا صاله جيم روك احدث صالات روك على مستوى الجمهوريه. اول حاجه انا احب اشكر الكابتن عمرو عابد والدكتور عاصم والكابتن احمد حسن يعني على الانجاز العظيم اللي هم عملوه ده. يعني حاجه يعني مبهر، يعني احنا جيم على مستوى مي وكان يعني حاجه جميله جدا. بطل ووحش من وحوش مصر العظيمه. كابتن تقول ايه النهارده لاصحاب المكان ويعني الفضل لهم؟ حاجه جديده ان هم يعني يعملوا جوائز كده ويفرغوا يعني على الشباب ويشجعوا للشباب على الرياضه. احسنت يا كابتن. وثاني حاجه اللي يعني الجيم
حاجه حلوه. منتظرين منك ان شاء الله بطولات اكبر اكتر واكتر. مليون مبارك ابو كباتن، مليون مبارك. كابتن عمرو عابد عطا والدكتور شوف حضراتكم كده، اللهم صل على النبي. طبعا شايفين الجوائز اللي معاه حضراتكم، حاجه تفرح القلب. بسم الله ما شاء الله، الحمد لله. نجم واسد، اسد عالمي. انما الواحد تعب بيلاقي، يعني الواحد لو تعب بيلاقي. تسلم يا كابتن. لا تعبت، على 4 سنين بتمرن. برافو عليك يا كابتن. هي كده يا كابتن. عمرو بيشجعني. احسنت يا نجم. شكرا يا كابتن، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ابو كباتن، شكرا. نعم هاتوا يا كابتن. كابتن خالد بعد اذنك، انا بدعو الشباب فوق ال 50. نعم يا كابتن. شباب المنطقه كلها فوق ال 50. نعم. انه يجي ويتمرن، احسنت يا كابتن. ده اساسي. الله يفتح عليك. الله يبارك. شكرا يا كابتن. تسلم. لازم كله يطلع. احسنت يا كابتن. نعمل مجاميع. الله يفتح عليك. نبدا نشتغل كلنا. الله يفتح عليك يا كابتن. 3 ايام في الاسبوع فقط. جميل يا كابتن، بسم الله ما شاء الله عليك. شكرا يا كابتن. خالد عبد الله اوله. الله يديني خدامك يا كابتن، تحت امرك، تحت امرك يا كابتن. طبعا معانا ابننا واخونا، وطبعا من اهلنا السودان، اهل السودان الشقيق والحبيب لقلوبنا جميعا. كابتن بعد اذن حضرتك، انت حضرتك ساكن في المنصوره وحضرتك من السودان. ايوه. تقول ايه النهارده يعني صاله روك جيم احدث صالات على مستوى جمهوريه مصر العربيه يا كابتن؟ والله ما شاء الله الجيم هنا ما شاء الله مش فيها مشكله يعني. بعد اذنك نتعرف عليك الاول. فضل موجة عبد الله من ابناء السودان. الله يبارك لك. شرفتنا ونورتنا يا كابتن. شرفتنا ونورتنا. ايه راي حضرتك في المكان يا كابتن؟ 100 والله مش فيها مشكله. الله يبارك لك. الناس كلهم اخوانا. طب كلمه كده من حضرتك لاهالينا في السودان حبايبنا. ناس كويسين يعني. يلا يا وحش. بسم الله ما شاء الله عليك، اللهم صل على النبي. شايف حضراتكم المكان، مكان ايه الجمال ده؟ مكان ايه الرائع ده؟ ايه العظمه دي؟ اقسم بالله العظيم. نعم يا كابتن. كابتننا العظيم، كابتننا نؤمر يا كابتن. كابتن بعد اذن عليك، كابتن صلى على النبي، الوحش، وحش من وحوش شباب مصر العظيمه. نتعرف عليك يا كابتن بعد اذن عليك. ابو دالي من منشيب بطاش. كابتننا حضرتك منين؟ منشيب بطاش. شرفونا وطننا يا كابتن. يعني 16 سنه وعامل فورمه ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله عليك، بطل وحش من ابطال مصر العظيمه. تقول ايه النهارده يا كابتن في اليوم الجميل ده يا كابتن، والجائزه الجميله دي؟ انا مبسوط مع اخواتي وشرف ليا كبير الصاله كابتن عمرو عابد، شرف كبير ليا الحمد لله يعني، والف شكر لهم على المجهود اللي هم عملوه معانا والحمد لله. شرفتونا وطننا يا كابتن، شرفتونا وطننا بالتوفيق ان شاء الله نجم النجوم. اتفضل يا كابتن، اتفضل كمل تمرين حضرتك باذن الله. اهوت شوف كده حضرتك. الناس بص للكابتن وائل الاول وبعد كده ايه هنرد عليه. عايز له كام ثانيه؟ ماشي 10 15 ثانيه يا كابتن كده. ماشي. احنا لينا عظيم الشرف خالد عبد النبي ان انا بتصور في صاله روك. شرف لينا يا كابتن. احدث صالات بمحافظه الدقهليه، شرف ما بعده شرف. اقسم بالله العظيم مناره علميه وتدريب على اعلى مستوى. وكمان في هنا ده مش وحوش، ده دول اسود ياكلوا اسرائيل اكل.